بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة وضمن نشاطاتها الخيرية، نظمت جمعية التكافل الاجتماعي مأدبة غداء لصالح مرضى مصلحة الأمراض العقلية ببشار. عندنا جزء بسيط حق مأدوبة نتاع شويه طعام على حساب فاهم. والحمد لله لقينا الاداره الحق الابواب مفتوحه وراهو قايمين بالمهمه نتاعهم مع هاد المرضى، والله يقدرهم. وان شاء الله نوعدوهم منا وجاي ان شاء الله باش نحاولوا نخفوا عليهم شويه المعاناه، سواء دواء والبسه، خاصه ونحن في وسط الشتاء. المبادرة الخيرية ثمنها أطباء المركز الذين عبروا عن استحسانهم مثل هكذا مبادرات، متمنيين في الوقت ذاته تكرارها على المدى القريب. نشكر جمعية التكافل الاجتماعي اللي قامت بهذه المبادرة القيمة، واللي تفكرت هاد الشريحة من المرضى. نتمنى كاع الجمعيات اللي كاينين على مستوى الولاية كاع يساهموا ويساعدوا. حنا ماذا بينا يجيبوا لنا الألبسة حتى إلا كانت مستعملة. قناة اليونيس وقفت بدورها على النقائص الموجودة داخل مركز مصلحة الأمراض العقلية ببشار، مطالبين السلطات المعنية بضرورة التدخل العاجل من أجل إصلاح النقائص. فيما يخص انشغالات المصلحة والصوالح اللي خاصينا هنا، خاصنا البيرسونال سيرتو شبه الطبيين. يعني انا باش ندير انا ايكيب نتاع مناوبه ندير فيها ممرض، اذا خدم مع واحد نيشان الاخر ما يقدرش يخدم معاه، يعني 24 ساعه تلقى 15 مريض كيفاش يخدم معاها 100%. يعني نتمناو يزيدوا يدعمونا بالشبه الطبيين، خاصة الشبه الطبيين. ايكيب انا ندير فيها واحد، راح نخدموا على حسب الامكانيات اللي عندنا هنا في المصلحة. دروك انا ندير ممرض واحد، هذاك واش عندي ممرض واحد يجيري 12 مريض، ما يقدر ليهاش، ما يقدرش يجيري 12 مريض. نطلبوا من السلطات المعنية أنها تأخذ بعين الاعتبار هذه المصلحة. يعني هذه الفئة الهشة يعني خاصها بزاف صوالح. ومام ثاني نطلبوا يعجلوا لنا بالمستشفى اللي راه يبنوه جديد. يعني هذا ما راهش يستوعب كاع المرضى. يعني احنا نستقبلوا مرضى من تندوف، ولاية تندوف، عين الصفراء، النعامة، البيض. يعني ان سيرفيس دو كاباسيتي تاع فالي سيرتو كوتي وتبقى هذه الفئة المحرومة تعاني تهميش في صمت في انتظار اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح ما يمكن إصلاحه من أجل التكفل بهم والتخفيف على الأقل من معاناتهم في شتى المجالات.